لما تسمع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام هتلاحظ حاجة مميزة جدا في شخصيته. الحاجة دي إنه كان صريح زي السيف، ما بيعرفش يزوق الكلام وما بيجاملش أي حد في الباطل. لما أبوه طلب منه يبيع الأصنام في السوق ما حاولش يجمل، وقف ينادي بعلو صوته: اشتروا ما لا ينفع ولا يضر. ولما كسر الأصنام سألوه: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ رد عليهم بكل وضوح: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وحتى مع ابنه إسماعيل قال له بدون أي مقدمات، قالها له مباشرة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. لكن مع كل الشدة والصرامة دي كان في استثناء لشخص واحد فقط: أبوه. سيدنا إبراهيم مع أبوه كان أسلوبه كله حلم ورحمة. كان دايما بيقول له: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. حتى لما أبوه هدده وقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك، رد عليه بلطف: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أي حد في الدنيا ممكن يتعوض إلا الأب والأم، الوحيدين اللي ما يتعوضوش. علشان كده مهم جدا مهما كنت صريح ومهما كنت شديد لازم تكون معاهم هين لين رحيم بهم.